تفضل. بالأمس ذكرنا في مباراة القادسية والهلال الحالة المين؟ أي حالة؟ الحالة التي كان يجب أن يطرد فيها لاعب الهلال محمد كنو. طيب. وأنا قلت أنه كان هناك واجب رئيسي على الحكم الرابع أن يدعم قرار الحكم ويوصي بالطرد، أو أنه يوصي يستدعي الحكم ويقول له هذه حالة سلوك مشين. وأنا ما كنت أدري والله عن الأحداث اللي صايرة، ولكن الأكيد أن الحكم أوصى لحكم المباراة بلفظ هذه فولنت كونتاكت اللي هي سلوك مشين، وكان يطلب من الحكم أنه يطرد اللاعب، لكن الحكم لم يستجيب لهذه الحالة. ورغم هذا تواصل الحكم الرابع مع حكام تقنية الفيديو وطلب منهم مراجعة الحالة بأن يطلبوا الحكم يراجعوا الحالة، عشان أنا أبري موقف الحكم. الحكم الرابع مش نفس جنسية الحكام. لا، الحكم الرابع تقريبا ظهر كان الكابتن عبد الله الخربوش. طلب من الحكم وقال له انه اللي حدث سلوك مشين، وقاله له باللغة الإنجليزية. ويمكن ما يؤكد الفعل هذا ابو الوليد الظاهر ظهر مدرب القادسية، لأنه سمع اللفظ من الحكم وقال ان الحكم قال. طبعا الحكم الرابع لم يتحاور مع مدرب القادسية، لكن المدرب سمع اللفظ، لقطها وعرف ان التوصية، وسمعه وهو يتواصل مع حكام تقنية الفيديو بما انه ما استجاب لي، حاولوا يعني انكم تطلبونه للمراجعة يشوف بنفسه ويقرر. ولكن للأسف حكمت الفار اللي موجودة على تقنية الفيديو، وللأسف يا ابو الوليد طاقم الأمس هذا الطاقم البرازيلي الأول المرشح لكأس العالم، ومن أسبوع كان الحكم الساحة وحكمة الفيديو في معسكر في بوكا جونيور من أجل الاستعداد لكأس العالم، ويظهر منهم هذه الأحداث. عشان كذا إذا انتقدنا الحكم الأجنبي فهم ليسوا ملائكة وليسوا منزهين، ويوقعون في أخطاء بدائية لا يقع فيها حتى الحكم المبتدئ. على كلام الكابتن عبد الله القحطاني، عبد الله الخربوش كان هو الحكم الرابع. نعم. طالب حكم المباراة، أوصى لحكم المباراة، أوصى حكم المباراة بطرد اللاعب، لكن حكم المباراة البرازيلي رفض الطرد مع حكمة الفار.